مرتضى منصور يعلن رسميا عن الجهاز الفني الجديد عقب قرار رحيل فيريرا. مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور أعلن رسميا عن الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك. هذا الجهاز بيأتي عقب رحيل البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق منذ ساعات قليلة بسبب سوء النتائج وسوء الأداء، والتي كان آخرها الهزيمة من المحلة. مستشار مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كتب معلنا عن هذا الأمر قائلا: مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور يعلن عن قرار المؤجل من يومين بخصوص الجهاز الفني، والذي تم اتخاذه أول أمس في اجتماعه الأخير. توجيه الشكر لمستر فيريرا وجهازه المعاون من الأجانب بما فيه مدرب اللياقة البدنية، استمرار أمير مرتضى منصور مشرفا على فريق الكرة، بالإضافة إلى مسؤولياته السابقة كمسؤولا عن قطاع الكرة بالنادي، استمرار الكابتن إسماعيل يوسف مديرا لفريق الكرة الأول، تعيين الكابتن أسامة نبيه مديرا فنيا للفريق الأول، تعيين كل من حسين ياسر المحمدي ومحمد صبري مدربين مساعدين، تعيين الكابتن محمود فايز محلل الأداء، مع استمرار الكابتن أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، التعاقد مع مدرب أحمال أجنبي، وهذا الجهاز مستمر لنهاية الموسم، والمطلوب استمرار الدعم الجماهيري للفريق.